ازيكم؟ اهلا بكم في قناتي، قناة يوميات سناء. يلا يا بنات، انا لقيت الطماطم رخيصة رخيصة ب5 جنيه الكيلو، فجبت ب50 جنيه 10 كيلو. قلت ان انا اخزنهم في الفريزر. هوريكم ازاي كل الناس بتعمل الطماطم، بتحطها تغليها وتعملها صلصة وتسبكها. انا المختلفة عن كل الناس. انا بعمل حاجة بصراحة ان انا في نفس الوقت بوفر او ما اعملش مساحة عندي، وبستخدم الكمية اللي انا عايزاها. عارفين ازاي انا بعمل كده؟ ماشي، انا هجيب الطماطم، ماشي، اخش البذره الخضراء اللي فيها دي او اخش اي حاجه فيها، المهم من ورق من اي حاجه، واحط لها ميه واغسلها وانضفها وانجي الشوائب اللي فيها، لو في حته بايظه بقطعها، وبظبط الطماطمايه وبفرزها صاحيه زي ما هي. ازاي يا سنه بتفرزيها صاحيه؟ وما اسمك ازاي فرزتيها؟ بصي يا بنات، انا بغسل الطماطم وانضفها واعبيها في اكياس واحطها زي ما هي. لما اجي اطبخ، الطماطم دي اللي بستخدمها في الفريزر للطبايخ بس. اجي اطبخ اطلع مثلا 5 طماطمات 6 طماطمات 7 طماطمات، واعمل ايه؟ احطهم في الشوربه. شوف انا هنا عملت الكميه كلها انا حطيتها في البتاع ده، في الميه. بصوا، انجي لو في حته بايظه فيها زي كده مش عاجباني اروح قطعها، شايفين، واحطها كده واغسلها غسله كويسه ومحترمه. ماشي. والطماطم بصوا اغلبيه الطماطم حلوه، فانا بحطها بصوا على طول زي ما قلت لكم. هروح عامله ازاي؟ هروح حطهم في الشوربه 5 طماطمات 6 طماطمات، يا دوب بس قلبه واحده احسها كده القشره هتخلع من الطماطمايه، واروح مطلعاها، اروح ضربها في الخلاط. ماشي. وبعد ما اضربها في الخلاط بروح مصفياها وحطاها في الطبيخ، في اي حاجه انت بتعمليها عايزه طماطم. عارفين دي حاجه مفيده، مجرد ما تحطيها في الشوربه او تحطيها في ميه تغليها، دي بتتسبك لوحديها. ان انت تعملي صلصه هتاخدي الانبوبه كلها تخلص معاكي. ماشي. وبعدين هتعبي في اكياس وهتعملي وتفرزي. طب وانت عليكي بيه بالتعب؟ ما احنا نحطها صاحيه وننجي الكميه اللي عايزينها ونحطها في شويه ميه ساعتها، يا دوب تمرض او القشره تخلع منها، وروح ضربنا في الخلاط اسمها السبكت على طول فوري. ليه انا اخرب بيتي؟ انا شفت ناس يا جماعه حاطه الطماطم دي، والله العظيم خدت يمكن قرب يوم، وهي تمسك الطماطمية تغسلها وتشيل البذرة من فوق وتحط لها شوية مية صغيرين. عشان ايه؟ المية بتاعتها هي كده كده الطماطم بتنزل مية. بس لا، الأحسن والأحسن والأحسن كده. يعني انتوا جربوا الطريقتين وهتلاقوا دي أفيد. هتجربوا قصدي الطريقة دي وهتلاقوا الدنيا أفيد. عارفين يعني ايه أفيد؟ بصوا أنا بعمل ايه. بنجي أي حاجة مش عاجباني في الطماطمية، بروح شايلها خالص. أي حتة مش عاجباني بشيلها وبفرزها زي ما هي كده صاحية. ماشي. هعمل الكمية كلها معاكم. ماشي. هبدأ ان انا هعملها. بصوا مش هسيب طماطمية لوحدها، هفرز كله. والطماطم دي يعني انتوا تنجوا منها زي كده. هنجي برضو بعد ما اخلص اعمل الكمية كلها، هجيب طاسة صغيرة. ماشي. واحط فيها يدي كيلو طماطم واخلي فيه التلاجة، والباقي احطه في الفريزر. يعني انا في اوقات ان انا بدور في الفريزر بلاقي الطماطم بالصدفة من تحت، من كتر يعني الفريزر بتاعي ألاسكا كبير صندوق. ماشي. فبصراحة بيشيل حاجات كتير عن الأدراج. الأدراج ما بيشيلش حاجات كتير، أنا بخبز عيش كتير شمسي وبيعمل لي حاجات كتيرة، بيشيل لي حاجات كتيرة. فعشان كده أنا بحطه صحي يا جماعة، من عندي المساحة، وفي نفس الوقت أوفر الأنبوبة. ده الأنبوبة ب250. لما أنا أجيب مثلا 10 كيلو طماطم ولا 5 كيلو طماطم ولا 20 كيلو طماطم وتخلص، أجيبهم مثلا ب50 جنيه وأخلص عليهم أنبوبة ب250 جنيه، 300 جنيه. طب ليه الخسارة دي؟ اما انا في نفس الوقت احطها في شويه الشوربه زي ما قلت لكم وانا بسوي اللحمه، اغسلهم واحطهم في الشوربه ما ياخدوش 3 دقايق، وهتلاقي القشره خلعت منهم، تروح ضربهم في الخلاط وتصفيهم. ماشي. ان في ناس يعني مرتباتها على كده، في ناس عيشتها على كدها، معاش مقدرة ان هي انا تبقى عندها متوفر انبوبة واتنين في البيت، يا دوب الانبوبة عندها انبوبة واحدة مليانة. فليه؟ انا جبت وعملت الكمية كلها بصوا يا بنات، وبعبيها زي ما هي، والله العظيم بخزنها زي ما هي. بصوا هعبي اللي انا عايزاه في الكيسة، هملى الكيسة كلها.
ماشي. كل الكمية هعبيها، مش هخلي حاجة غير زي ما قلت لكم، اخلي زي كيلو كده مثلا، حبينا نعمل سلطة، حبينا نعمل اي حاجة هنعملها بيها. شايفين هملة الكيس كويس، احطهم على كيسين نص الطماطم بعد ما اتغسلت، وهي بترخص عن كده. عارفين يعني ايه بترخص عن كده؟ بتبقى العدة، بص ابني بيقول لكم بص الطماطمايه، بيقول لكم شايفين شكلها؟ شايفين انا ربطت الكيس اهو، ونحط الكمية التانية اهو بنجي معايا. حبيت الكمية يعني الكيس زي ما قلت لكم، وهحط اللي انا هنجيه للاكل، والباقي هحطه في كيس تاني. هنجي الخضرة شوية للسلطة. ماشي. ما تنسوش تدعمونا باللايك والشير، واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس، صلوا على النبي في الكومنتات، في الكومنتات. ماشي. واشتركوا في القناة، اهم حاجة اشتركوا في القناة، اشتركوا في القناة، اشتركوا في القناة، اشتركوا في القناة. وشايفاكي اللي بتتفرج على الفيديو ما اشتركتش في القناة. ماشي يا حبايب قلبي، ادعموني يلا، سيبوا لي كومنت جميل زيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.